والله أدري إنه خبر مزعج، وأدري إنه في ناس كثير زعلت، وأدري إنه في ناس كثير طلعت بمتابعين من الموضوع ده. ومو بس كذا، تخيلوا إنه في ناس جات وباركت لي، وتخيلوا كمان في ناس ما سمعت صوتها من 4 سنوات سمعت صوتها أمس. ومو بس كذا، في ناس طلعت من سجون الله يتوب علينا وعليهم، وفي ناس تزوجت الله يبارك لهم. أنا ما كنت أدري إنه انفصالي من مريم راح يحل مصالح. طيب خذوا العلم مني، عشان الكلام اللي طالع عني إني أنا خنت مريم مع الروسية، وخنت مريم مع السورية، وخنت مريم مع مدري مين. مريم حسين إنسانة تظل في العين وفوق الرأس، وأكن لها بكل الاحترام والتقدير. اللي حصل بين، بغض النظر عن الأشياء اللي انتشرت في السوشيال ميديا للناس، ما كان المفروض أن هي تطلع للناس، كانت غلطة من مريم. عشان الناس اللي قاعدة تطلع هروج وقاعدة تطلع إشاعات، ما في أي سبب صرحنا به للانفصال. الانفصال كان، أنا مالي صلاح مريم إيش تقدم في السوشيال ميديا أو كيف تعامل الناس في السوشيال ميديا، ولكن مرة بيني وبينها والنعم فيها وخلوقة ومحترم. طيب ما راح أقول إنه خطأ مشترك، الخطأ كان مني وأنا أعترف بخطئي، وأنا اللي أعلنت. ممكن لأني ما أستاهل إنسانة زي دي، الله يوفقها. واللي بيسألوني إذا في أمل للرجعة أو لا، الأمل عند الله، الله يكتب لها الخير إن كان معايا أو بدون. طيب يا جماعة، الموضوع الثاني، أي شيء قاعد يطلع مني في السوشيال ميديا لا بيمثل لا أهلي ولا دولتي، قاعد يمثلني أنا بس. طبعا بعد ارتباطي بمريم حطوا لي كل جنسيات العالم ما عدا السودان، فأنا ما راح أتبكبك زي واحدة أعرفها وأقول أنا سعودي أنا سعودي أنا سعودي أنا سعودي. حبيبي أنا سعودي، شئت أم أبيت، رضيت ولا ما رضيت. ما ألومكم، لأنه أنا فعلا لما أشوف سعودي بيسوي شيء خطأ أقول ذا أكيد مو سعودي، لا كذاب مو سعودي، وإذا طلع سعودي أقول مجنس، وإذا طلع مجنس أقول أي شيء ثاني.